بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وصحبه وسلم. معانا النهارده ان شاء الله الدرس الثالث بيتكلم على حاجه اسمها الجذور التربيعيه والتكعيبيه. درس سهل وبسيط برضه ودرس جميل، محتاج بس تركيز شويه في الحاجات، مصطلحات كده وشويه حاجات كده. ركز معايا كده وصلي على النبي. تعالى نتكلم الاول على الجذر التربيعي. قال لك الجذر التربيعي بنرمز له بالرمز كده، شايف السبعه اللي بالعربي دي؟ اطول دي شويه واعمل كده، ده اسمه جذر تربيعي. كده سبعه، اطول ده شويه واعمل كده، ده اسمه جذر تربيعي. قالك ايه هو الجذر التربيعي؟ الجذر التربيعي بيكتب تحته اي رقم كده، اي رقم. انا اعرفك الارقام اللي بتتكتب تحته وازاي نقدر نجيب الناتج بتاع المسألة. قالك ان الجذر التربيعي هو بدور على رقم مضروب في نفسه مرتين. بدور على رقم مضروب في نفسه مرتين، خلي بالك من كلمة نفسه دي. يبقى انا لما اجي اقول لك هات لي الجذر التربيعي للواحد، انا بدور على رقم مضروب في نفسه يطلع واحد. تقول له يا مستر واحد، فقال لك ان الجذر التربيعي للواحد بواحد. طب جذر الاربعة، ايه الرقم اللي اضربه في نفسه يطلع باربعة؟ اتنين، لان اتنين في اتنين باربعة، صح. طب جذر التربيع للتسعة تلاتة، لان تلاتة في تلاتة بتسعة. طب جذر التربيع للستاشر اربعة، لان اربعة في اربعة بستاشر، وهكذا. طب لو قلت لك جذر مثلا خمسة وعشرين خمسة، ستة وتلاتين ستة، اكتبهم لو انت عاوز تكتبهم عشان تحفظهم. التسعة واربعين سبعة، الأربعة وستين تمانية، الواحد وتمانين تسعة، المية عشرة، وهكذا. يبقى أنا بدور على رقم مضروب في نفسه مرتين يطلع لك الجذر. هو بقى بيقعد يلعب لك في شكل السؤال ويقعد يبوظ لك الدنيا شوية، ولكن كله بيمشي هذا النحو يعني. تعالى كده نشوف شوية مسائل على الجذر التربيعي. أول سؤال بيقول لك ايه يا باشمهندس؟ عاوز من حضرتك جذر التربيع للستاشر. فالجذر التربيع للستاشر ايه؟ هتقول له يا مستر ادور على الرقم اللي اضربه في نفسه مرتين يطلع بستاشر. فجذر التربيع للستاشر باربعة، لان اربعة في اربعة بستاشر، يبقى جذر الستاشر يطلع باربعة. يبقى انت بتدور على رقم مضروب في نفسه مرتين يطلع بستاشر، يبقى اربعة. طب جذر ده كاتب لك موجب وسالب، فتكتب الموجب والسالب زي ما هو. جذر 576 24، لأن 24 في 24 ب 576. سيبك من الأرقام الكبيرة دي. تعال نشوف السؤال اللي بعده. عاوز سالب جذر 64 على 25. بص يا حبيبي، اعمل البسط لوحده والمقام لوحده. سالب 64 جذرها بكام؟ لسه قايل لك من شوية جذرها ب8، وال25 جذرها 5، يبقى سالب 8 على 5. طب السؤال رقم 6 بيقول لك جذر 81%. قلت له يا مستر الأول هحولها بسط ومقام. 81% تبقى 81 على 100، وبعد كده أجيب جذر 81 ب9، وجذر 100 ب10، يبقى 9 على 10. جاي السؤال رقم 9 بيقولك ايه؟ أنا عاوز من حضرتك جذر أو سالب جذر 11 وتس. قلت له يا مستر هرفع الجذر، السالب أهو زي ما هو وارفع الكسر. بضرب دول 11 في 9 واجمع على البسط. 11 في 9 ب99، 99 زائد واحد 100، يبقى 100 على التسعة. يلا السالب زي ما هو، السالب ملوش دعوة بالقصة دي. جذر 100 ب10، جذر التسعة ب3. في فرق بين سؤالين مهمين قوي قبل ما نكمل كلامنا. لو انا قلت لك هات لي ايه؟ جذر 25 ناقص 16، وهات لي جذر 25 ناقص جذر 16. بص يا حبيب قلبي وركز في السؤال وفرق ما بين النوعين. الاولانيه جذر واحد وتحته رقمين، فالرقمين اللي تحته دول لازم ينطرحوا الاول. لازم عشان هو جذر واحد. فانا بحط الجذر واطرح. 25 ناقص 16 9، وجذر التسعة ب3. طب اللي تحتها دول جذرين، فقالك انا بطلع كل واحدة لوحدها. جذر 25 ب5 ناقص جذر ال16 ب4، وبعد كده 5 ناقص 4 يطلع بواحد. يبقى خدت بالك ان هما نفس الشكل وكل واحدة طلعت بناتج. هنا نطرح الاول وبعدين الجذر، ولكن هنا الجذر الاول وبعدين الطرح. يبقى هنا طرحناهم وخدنا الجذر، اما هنا الجذر الاولى والجذر التانية وطرحناهم في الاخر. ففرق بين السؤالين دول عشان مهمين اوي. تعال نحل السؤالين دول الاول. جذر اهو ده اللي لسه قايلك عليه بقى، هنجمع دول الاول. فلما اجمع دول يا مستر هلاقيهم ب100 اهو، وجذر ال100 10. طب تعالى نشوف دي الأول يا مستر. هطرح دول
15 أس 2 يعني معناه 15 في 15 ب225 ناقص 9 في 9 ب81 أطرح 225 ناقص 81 تطلع 144. جذر 144 12. 12 في 12 ب144. تعالى بقى نشوف الحتة بتاعة الرموز عشان هي دي اللي بتلخبط شوية. بص معايا هنا يعني. اجي اقول لك جذر ايه؟ 49 على 16 ايه اس 4. جذر 25 على 16 ايه اس 4 على بي اس 6. اي حاجة من الاشكال دي انا بجيبها ازاي يا حبيبي؟ اول حاجة زي ما اتفقنا هعمل البسط لوحده. جذر 49 بسبعة وجذر ال16 باربعة. طب بالنسبة للايه بقى؟ قالك بتقسم الأس اللي جوه على الأس اللي بره. تقول له يا مستر هو في أس بره؟ اه. الدرس أصلا اسمه جذر تربيعي، يعني هنا في تربيع ما بتتكتبش، هنا في تربيع ما بتتكتبش، ولكن في الجذر التكعيبي اللي هشرحه كمان شوية في تكعيب فبتبقى مكتوبة، ولكن التربيع ما بتتكتبش. فبنقسم الأس اللي جوه ده اللي هو 4 على الاتنين، تطلع فيها الاتنين. بس كده؟ اه بس كده. مع ملحوظة صغيرة جدا جدا. ايه هي بقى الملحوظة؟ لو الأس بتاع الايه ده ايه اللي طلعت أس عدد فرد زي الواحد التلاتة الخمسة السبعة بنحط مقياس. لو طلع أس زوجي ما بنحطش مقياس. تقول له يا مستر مش فاهم حاجة، هنفهم باللي جاي حالا. جذر 25 بخمسة وجذر 16 بأربعة A B. يلا نقسم. 4 على الاتنين فيها الاتنين، 6 على الاتنين فيها التلاتة. هل الاتنين ده زوجي؟ اه يا مستر زوجي، يبقى ما تجيش شميته. الاتنين اللي تحت دي مالها؟ فردي، فقالك لو فرد تحط مقياس. اهي اجي اقول لك جذر ال36 اكس اس 6. تقول لها يا مستر يلا جذر ال36 بستة. 6 في 6 ب36. والاكس هقسم 6 على الاتنين. 6 على الاتنين فيها التلاتة. التلاتة ده عدد ايه؟ فرد. الله ينور عليك، فحط مقياس. بس كده؟ اه بس كده. تعال نشوف مسألتين تلاتة كده بيقولوا ايه. اول سؤال بيقولك عاوز المعكوس الضربي. طبعا المعكوس الضربي بنشقلب. ابسطها الاول. جذر الاربعة باتنين وجذر 25 بخمسة. طب عاوزينها بقى المعكوس الضربي يبقى نشقلبها، يبقى 5 على الاتنين. عاوزين نجيب المعكوس الجمع نغير الاشارة. يلا يا مستر اول حاجة جذر ال36 بستة والاكس اقسم الاربعة على الاتنين. 4 على الاتنين فيها الاتنين. عاوز المعكوس الجمعي يبقى نغير الاشارة، يبقى -6 اكس اس 2. بس كده؟ اه خلاص كده. شوية مسائل اختصر، مسائل لذيذة جدا. قلتلك الدرس سهل ان شاء الله. تعال نشوف اول سؤال يلا. السؤال رقم 1 بيقول جذر 49 على 4 في 2 على 7 كل أس صفر في -2 على 7 كل أس 2. واحدة واحدة يلا حبيبي. أول حاجة هبسط. جذر 49 بسبعة وجذر الأربعة باتنين في أي حاجة أس صفر. الله ينور عليك، بواحد. شرحتها لك في الدرس الأولاني خالص. أي حاجة أس صفر بواحد. ده أس زوجي، شيل السالب واضرب الاتنين في نفسها مرتين تبقى 2 في 2 واضرب السبعة في نفسها مرتين 7 في 7. لا اما بسط بالآلة لا اما بسط بدماغي. اطير الاتنين مع 2 وسبعة مع 7. اطير 2 دي 7 صح؟ اه 7 في 7. اطير 2 مع 2 وسبعة مع 7. فيتبقى لك في البسط 1 في 2 ب2 يبقى 2 على 7. 2 في البسط و7 في المقام. او بالآلة الحاسبة بسطها كلها شوف الناتج بكام. كمان واحد يلا. 2 على 5 ما يتعملش فيها حاجة هتفضل زي ما هي. في جذر 49 جذرها بكام؟ ب7 وجذر ال16 ب4. تعالى السالب زي ما هو واضرب الواحد في نفسه 3 مرات. 1 في 1 في 1 واضرب الاتنين في نفسها 3 مرات. 2 في 2 في 2 ب8. بعد كده دول ضرب مفيش حاجة تتبسط بقى. اضرب اول اتنين دول. 2 في 7 ب14 على 5 في 4 ب20 على -1 على الأربعة. لا اما بالآلة لا اما افتكر معايا من الترم الاولاني كنا بنقول له ايه؟ ها ثبت. ايوه حول. الله يكرمك شقلب. ثبت غير شقلب. ثبت الاولى حول العلل فيه
شقلب سالب واحد على تمانية تبقى سالب تمانية على واحد. السالب كده كده ما بتشقلبش. وفي الاخر اشوف الناتج ده فيها كام بقى بالاله الحاسبه بتاعتي، اشوفها فيها كام وخلاص. تعال نشوف المعادلات يلا. برضو عندك هنا معادلة. بص يا حبيب قلبي قبل ما احل المعادلات، المعادلات الترم اللي فات كنا بنقول ايه؟ لو جمع يتعكس يبقى طرح، ولو طرح يتعكس يبقى ايه؟ جمع. لو ضرب يتعكس يبقى اسمة، لو اسمة تتعكس تبقى ضرب. النهارده بقى هنزود، لو انا عندي اكس وعليها اس اتنين نشيلها بالجذر، ناخد الجذر. وكمان شوية وانا بشرح الجذر التكعيبي لو كان هيبقى اس تلاتة هاخد الجذر التكعيبي. ايه ده بس كده؟ اه بس كده. تعال نشوف مثال يلا. اول حاجة تقول لي يا مستر انا بعرف احل المعادلات دي. ماشي يا حبيبي يلا. ده سالب واحد اوديه الناحية التانية موجب واحد، يبقى اكس اس اتنين بيساوي تمانية زائد واحد تسعة. يلا بقى اهي، هشيل التربيع ازاي؟ اهو بالجذر، ناخد الجذر. فنقوم واخدين جذر كبير كده، يتبقى لك اكس لان التربيع بيروح مع الجذر، وجذر التسعة بموجب وسالب تلاتة. ايه ده يا مستر بقى انت لسه حالا من شوية وتقول لي جذر التسعة بتلاتة؟ قالك لما تيجي تحل معادلة، في حل المعادلة وانت بتاخد الجذر التربيعي تحط موجب وسالب. في حالة المعادلة بس تحط موجب وسالب. طب تعالى كمان واحدة يلا. ده سالب خمسة اودي الناحية التانية موجب خمسة، فتبقى تلاتة اكس تربيع بيساوي تلاتة واربعين زائد خمسة، تمانية واربعين. تمانية واربعين اقسم على التلاتة، اقسم على التلاتة تطلع ان اكس تربيع بيساوي تمانية واربعين على التلاتة تقريبا فيها الستاشر. استنى اما نتأكد. تمانية واربعين على التلاتة فيها الستاشر اه. يلا يا مستر اشيل الجذر ازاي او اشيل التربيع ازاي؟ اخد الجذر، يطلع ان اكس بتساوي جذر الستاشر. ايوه والله ينور عليك يا ابني اللي قلت موجب وسالب اربعة، الله يكرمك صح. كمان واحدة يلا ها. ده موجب اربعة اودي الناحية التانية سالب اربعة، شاطر. يبقى تسعة اكس اس اتنين بيساوي تسعة وعشرين ناقص اربعة، خمسة وعشرين. نقسم على التسعة، نقسم على التسعة يبقى اكس تربيع بيساوي خمسة وعشرين على التسعة. يلا عشان نشيل التربيع ناخد الجذر. يبقى الاكس بتساوي ها موجب وسالب، ايوه ما تنساش، جذر خمسة وعشرين بخمسة والتسعة بتلاتة. بس كده اه والله بس كده. في مشكلة في الجذر التربيعي سهل ازاي؟ لو انت تعبت وقف بقى الفيديو، وقف الفيديو ماشي، استريح شوية وبعدين تعالى لي تاني عشان نكمل الجذر التكعيبي بقى. تعال نشوف. لا ده في واحدة كمان اهي، خد تعالى التلحيق جريد تعال اخر واحدة ونخش على الجذر التكعيبي. ستة اكس تربيع ناقص اتنين بيساوي اربعة اكس تربيع زائد ستة. بص يا حبيبي، المعادلة اللي بالشكل ده بنعمل ايه؟ بنثبت واحدة على اليمين ستة اكس تربيع، ونثبت رقم على الشمال موجب ستة. كنا بنعمل كده، بنثبت اكس على اليمين ورقم على الشمال. الاتنين بقى اللي في النص اللي انا ما شخبطتش عليهم دول بيتعاكسوا، ده بيروح كده وده بيجي كده. ده موجب اربعة اكس فتبقى سالب اربعة اكس تربيع. دي سالب اتنين تروح الناحية التانية موجب اتنين. يبقى الاتنين اللي بالاسمر دول هما دول اللي بيتغيروا، اما الاولى والاخيرة لا. يلا اطرح لي دول يلا. ستة ناقص اربعة اتنين، يبقى اتنين اكس تربيع بيساوي، اجمع دول تمانية. نقسم على الاتنين، نقسم على الاتنين يبقى اكس تربيع بيساوي اربعة. اشيل التربيع ازاي؟ اخد الجذر، يبقى الاكس بتساوي موجب وسالب اتنين، جذر الاربعة بموجب وسالب اتنين. بالنسبة بقى للجذر التكعيبي قلت لك بقى لو انت تعبت خد 5 دقايق كده راحة وتعالى لي تاني. الجذر التكعيبي زي التربيعي بالظبط، بس بدل ما يتكتب هنا اتنين هنكتب تلاتة. جذر التكعيبي للواحد بواحد، جذر التكعيبي للتمانية باتنين، جذر التكعيبي للسبعة وعشرين بتلاتة، جذر التكعيبي لأربعة وستين بأربعة، جذر التكعيبي للمية خمسة وعشرين بخمسة. هو ايه اللي انت بتجيبه ده؟ بتجيبه ازاي يا مستر؟ قالك انا بدور على رقم مضروب في نفسه 3 مرات. يبقى في الجذر التربيعي كنا بندور على رقم مضروب في نفسه مرتين، ولكن الجذر التكعيبي النهارده او اللي معايا دلوقتي ادور على رقم مضروب في نفسه 3 مرات. بس كده اه بس كده، هو ده الاختلاف الوحيد، هو ده الاختلاف الوحيد. يلا يا حبيب قلبي يلا. جذر التكعيب الأربعة وستين، تقول يا مستر بأربعة، أربعة في أربعة في أربعة تطلع بأربعة وستين. جذر التكعيب للسالب واحد، سالب واحد، لأن سالب واحد في سالب واحد بسالب واحد يطلع بسالب واحد.
طب رقم 6 دي فيها بسط ومقام، اعمل البسط لوحده والمقام لوحده. سالب ال64 جذرها بايه؟ ب4. وال27 جذرها بايه؟ ب3، لان 3 في 3 في 3 ب27. طب دي 27 من 100 تحولها، يبقى جذر تكعيبي 27 على 1000. دي 27 من 1000 آسف، لأن العلامة العشرية بعد 3 أرقام أهو. آخد جذر ال27 ب3. طب الجذر التكعيبي ال1000 ب10. 10 في 10 ب10 ب1000. ماشي. تعال نشوف اللي فيها رموز. تقول يا مستر انت لسه مفهمني اللي فيها تربيع حالا. زيها بالظبط. اكس اقسم اللي جوه على اللي بره، اللي جوه على اللي بره، الأس اللي جوه اللي جوه على اللي بره. 9 على 3 فهالتلاتة. طب ده أس فردي، متفرقش هنا بقى، لأن في المقياس في الجذور التكعيبية ما بيفرقش المقياس، ولكن أهم حاجة هناك هو اللي تحط له مقياس. يلا هنا كمان جذر ال8 ب2، ال125 ب5، اكس واي. 3 على 3 فهالواحد. شاطر. 6 على 3 فهالاتنين. بس كده والله بس كده. عشان كده قلت لك لو انت فهمت الجذر التربيعي هتفهم الجذر التكعيبي الحمد لله. تعال نشوف مسائل اختصر. يلا بقولك ايه؟ جذر التكعيبي. يلا يا مستر واحدة واحدة هنبص. جذر التكعيبي 125 ب5، لأن 5 في 5 في 5 ب125. جذر التكعيبي لل27 ب3. في ده جذر تربيعي، ده تربيعي. جذر التربيع ل81 9، 9 في 9 ب81. 25 فعل 5، وأي حاجة أس صفر ب1. الخمسة تروح مع ال5. يتبالغ في البسط 9، 9 في 1 ب9 على 3. 9 على 3 فهال3. ايه ده الموضوع سهل اوي يا مستر. والله سهل يا ابني. تعال نشوف حل معادلات. يلا برضه حل معادلات زي اللي هناك زي اللي هناك بالظبط. ايه ده؟ ايه احنا كبرناها اوي كده ليه؟ تعال نشوف اول واحدة. يلا اكس تكعيب زائد 26 بيساوي -1. يلا حبيب قلبي انت اللي هتقولي بقى. ده موجب 26 اشيله الناحية التانية وادي كام؟ -26. شاطر. يبقى اكس تكعيب بيساوي -1 ناقص 26 -27. فاكر اللي احنا قلنا هناك؟ قلنا ايه؟ لو عندي جمع ودي ايه؟ طرح. ولو طرح يبقى جمع. لو ضرب يبقى اسمة. ولو اسمة تبقى ضرب. لو انا عندي اس 2 باخد الجذر التربيعي. لو انا عندي اس 3 هاخد الجذر التكعيبي. الله ينور عليك شاطر. هنا اس 2 ولا اس 3؟ لا اس 3 فاخد الجذر التكعيبي. التكعيب تروح مع الجذر يتبقى لك اكس. جذر التكعيبي -27 تحط السالب زي ما هو. 27 3 في 3 في 3 يبقى -3. بس كده بس كده. مفيش هنا موجب وسالب يا مستر؟ لا. التربيعي هو اللي فيه موجب وسالب، ولكن التكعيبي لا، تحط الاشاره زي ما هي وخلاص. كمان واحده. يلا دي 8 اكس اس 3 زائد 27 بيساوي 0. يلا يا مستر دي موجب 27 وديها الناحيه التانية -27. يبقى 8 اكس اس 3 بيساوي 0 ناقص 27 ب -27. اقسم على اللي جنب الاكس، اقسم على ال8، اقسم على ال8. يبقى اكس اس 3 بيساوي -27 على ال8. يا مستر ما ينفعش يتقسموا دول، خلاص تاخد الجذر على طول. يلا حبيبي. يبقى اكس جذر التكامل -27 -27 ب3 والتمانية ب2. يبقى الاكس ب-3 على 2. بس كده خلاص كده. بص بقى السؤال اللي جاي ده وركز لي وصحصح في السؤال ده. رقم 5. تعرف تقول لي ايه الفرق بين رقم 2 ورقم 5؟ رقم 2 ال26 دي حرة، يعني مفيش حد زانقها، مفيش حد مرخم عليها، فروحت شايل ال26 دي ورحت موديها الناحية التانية ب-26 عشان هي حرة. ولكن لو انت جيت تبص في اللي بعدها بتقول ايه؟ بتقول ان انا عندي اكس زائد 3 بيساوي اس 3 بيساوي 343. لو انا جيت احرك الموجب 3 دي اوديها الناحية التانية تقوم قايل لك القوس ده يقوم قايل لك انت رايح فين؟ تهبل ولا ايه؟ وانا قد ماليش لازمة؟ ليه يا مستر؟ ما هو اس 3 اهو، القوس ده اهو زانق ال3.
مش قادر يخليها تتفلفص ولا تروح ولا يمين ولا شمال. ولكن فوق الأس 3 كان على الإكس، فهو زنق الإكس بس ال 26 دي لأ تنفع تروح الناحية التانية بعكس الإشارة. ولكن إن أنا بشرحها دلوقتي، التلاتة تيجي تتحرك تقول لها لا انت رايحة فين، والقوس يقول لها انت رايحة فين، انت هبلة، لا ما ينفعش تتحرك عشان في قوس يا مستر. فقال لك في الحالة ده هي بس ان في قوس زانق الرقم. فقال لك في الحالة دي بنعمل ايه؟ ناخد الجذر التكعيبي هو اول خطوة. فالتكعيب يروح مع الجذر، يتبقى لك تحت الجذر اكس زائد 3. التكعيب بيروح مع الجذر، واخد جذر ال 343. لازم اخد على اليمين ولا على الشمال؟ ف 343 يطلع بسبعة. بعد كده بقت سهلة بقى خلاص. ماشي، نودي بعكس الإشارة، يبقى الإكس بتساوي دي موجب 3 ودينا الناحية التانية سالب 3، هتبقى 7 ناقص 3 ب4. كمان مرة. بص معايا يا حبيبي، أول حاجة احنا عملنا الحل ده ليه؟ عشان في ايه؟ ها رد عليا. عشان في قوس، القوس زانق التلاتة دي فمش عارفة تتحرك. فقال لك عشان احنا نقدر نحركها ناخد الجذر التكعيبي، ناخد جذر تكعيبي هنا وجذر تكعيبي هنا. فالتكعيب يروح مع الجذر، يتبقى لك اكس زائد 3، والجذر التكعيبي ل 343 يطلع ب7. بعد كده توديها بعكس الإشارة، يبقى 7 ناقص 3 ب4. لو انت فهمت دي هتقول له رقم 6 ازاي نقدر نحلها. وقف الفيديو كده وحاول تفكر، لو انت حلتها صح يبقى اقسم بالله انت شاطر، انت طالب يعني بسم الله ما شاء الله ربنا يحميك يعني شاطر. واحد يقول يا استاذ سهلة ان شاء الله. انا اول حاجة هتخطر في بالي ان انا ينفع احرك الاتنين. ليه يا مستر؟ عشان دي حرة، مفيش حاجة زنقاها، مفيش حاجة تقدر تقول لها انت رايحة فين. فالموجب 2 دي تنفع تروح الناحية التانية، فيتبقى لك على اليمين اكس ناقص 1 اس 3 بيساوي سالب 6 ناقص 2. طب ما سالب 6 ناقص 2 دي بسالب 8، يبقى اكس ناقص 1 الكل اس 3 بيساوي سالب 8. انت فهمت؟ بص بقى الخطوة اللي جاية، هل هنا بقى ينفع احرك السالب 1؟ لا. ليه بقى؟ عشان القوس ده، يبقى القوس كان زانق او كان ماسك السالب 1، ولكن الاتنين لا، ده الاتنين حرة مفيش حد ماسكها، فعشان كده قدرنا نحركها. يبقى الموجب 2 اتحركت ولكن السالب 1 لا. كده خلاص بقت زي اللي قبلها بالظبط. يلا ناخد الجذر مين؟ التكعيبي. شاطر، اخد الجذر التكعيبي للناحيتين. التكعيبي يروح مع الجذر، يتبقى لك اكس ناقص 1، وجذر التكعيبي لسالب 8 احط السالب، واتنين في اتنين في اتنين ب8، يبقى الجذر التكعيبي ل8 ب2. نودي بعكس الإشارة بقى، ده سالب 1 نودي الناحية التانية موجب 1، يبقى سالب 2 زائد 1 يبقى سالب 1، يبقى الإكس بسالب 1. راجعها أكتر من مرة، راجع ال4 معادلات دول عشان مهمين قوي، اكتبهم في كراستك كده وذاكرهم. وبكده نكون وصلنا لآخر سؤال عندنا. درس أفكاره كتير بس درس سهل وبسيط، اتفرج عليه أكتر من مرة. ولو استفدت مننا بقى متنساش تصلي على النبي في الكومنتات وتدعيلنا دعوة حلوة كده عشان نقدر نكمل. ونستناك الدرس الجاي إن شاء الله. مع السلامة.